بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا قطتي؟ عاملين ايه؟ اشترينا مع بعض الميزانية بتاعت 300 جنيه اول امبارح، وزي ما انتوا شفتوا كده جبنا كيلو ونص طماطم وجبنا البطاطس وجبنا البصل، وعايزين بقى نعمل مع بعض الميزانية دي عملي. هتشوفوا النهاردة انا فرست منها ايه وعملت ايه وحطيت ايه في التلاجة وكفتني ازاي الاسبوع، وايه الفرق ما بين الميزانية الاسبوعية والميزانية الشهرية، وانهي الاحسن في دي وانهي، وايه مميزات دي وايه مميزات دي. بس بقى احب اعرفك بنفسي، انا اسمي السيدة حسن، وفضلا وليس امرا يا ريت تحطي اللايك والاشتراك في القناة. لو عجبك اي حاجة يا حبيبتي من اللي انا بعمله ده، حطي اللايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الحاجات الجديدة. قبل ما ابتدي بس في الفيديو احب اقول لكم ان الاسعار بتختلف من مكان لمكان. انا جبت الحاجات دي، التفاح ال2 كيلو ب50 والسمك ب70 والمانجا ال2 كيلو ب50 والبامية ب50. الحاجات اللي انا قلت لكم عليها المرة اللي فاتت والله دي الاسعار اللي عندي. انا عارفة ان هي بتختلف من مكان ومكان، ومصدقاكم ان في حاجات اسعار عندكم الضعف، بس والله هي دي الاسعار اللي انا جبت بيها. زي ما انتوا شايفين كده السمك ده انا عملته في يوميها، يبقى كده قضينا يوم عملنا سمك بالصلصة كده، اكلناه بالعيش، وكانت اكلة جميلة جدا جدا جدا. عايزين بس نعمل مقارنة وانتوا بتتفرجوا كده على الميزانية الحلوة اللي انا عملتها. اول حاجة انا زي ما قلت لكم التين انا جبته وقسمته على نصين، هو كان كيلو شلته في التلاجة وكيلو عملته مربى. المربى ما بحطش فيها سكر كتير، يا دوبك بس هما كام معلقة سكر كده حسب الرغبة بتاعتك، وهتحطيهم على النار بس على نار هادية جدا جدا جدا، وتحطي السكر، وفي الاخر هتحطي ليمونة وتضربيها خلطة بسيطة في الخلاط، وهتشوفي بقى المربى اللي انت هتاخديها. الكيلو عمل البرطمان الكبير قوي قوي اللي انتوا شايفينه، يمكن ده يقضيني شهر خلاص من 25 جنيه اللي احنا جبنا بيهم. طيب ايه الفرق بقى بين الميزانية الاسبوعية والشهرية؟ بصي يا حبيبتي، انت لو هتروحي، ودي الطماطم ال4 كيلو ب10 اللي قلت لكم عليها. الشهرية انت بتروحي تجيبي بكل الفلوس بتاعتك اللي معاكي الاكل بتاعك، وبتحطي اللهم بارك في التلاجة وبتطلعي وبتعملي. بس هقولك على حاجة، في ناس ما بتاخدش الشهر بتاعها، يعني ما بتاخدش الفلوس بالشهر، في ناس بتاخد بالاسبوع، في ناس بتاخد باليوم. انا من الناس اللي انا يعني ايه، الميزانية بتاعت الاسبوع بتريحني جدا، او 10 ايام، او ان انا بشيل يوم مثلا، يعني مثلا النهارده عندي اكل فبشيل اليوم التاني المصروف، لان المصروف عندي هنا باليوم، فانا بشيل يومين وبروح السوق بال300 جنيه اللي انتوا شايفينهم دول، بجيب حاجات تقضي معايا الاسبوع في التلاجة. دي مميزات بقى الاسبوعيه، ان انت بتنزلي اول حاجه رياضه ليكي، بتنزلي بتشوفي الاسعار على طول، بتجيبي الحاجه. وطبعا لما بتجيبي الحاجه في التلاجة وبتبقى اسبوع بتجددي، لكن لما بتفضل الحاجه كتير في التلاجة ممكن تبوظ منك وتترمى. فدي بقى ايه فايده الميزانيه الاسبوعيه، لانك انت بتنوعي في الاكلات وكده. وغير كده كمان انت ممكن ب300 جنيه زي ما انا نزلت كده، او 400 جنيه، او يا ستي حطي لنفسك 500 جنيه في الاسبوع، انزلي اشتري حاجة الاسبوع. انزلي جيبي 2 كيلو مكرونة، 2 كيلو رز، ربع عدس، تجيبي 4 كيلو طماطم زي اللي انا جايباهم دول، لو ب5 هاتي 2 كيلو، هاتي 2 كيلو بطاطس، هاتي 2 كيلو بصل. الحاجات دي كلها بتنفع جدا جدا. الصلصة بتنفع معاكي في البيت، لو هتعملي حبة مكرونة. البامية اللي انا جبتها دي انا شلتها على كيستين، كيس ان شاء الله باذن الله اعمله. هقول لكم بقى التفريزات كمان اللي انا بعملها ايه. انا بفرز من الاكل اللي انا بجيبه، يعني انا دلوقتي مثلا في رمضان مش بتبقى ان شاء الله باذن الله مش هتبقى موجودة البامية، فهعمل ايه؟ هشيل ايه كيسة من البامية دي، هناكل كيسة، واما اروح السوق تاني ان شاء الله باذن الله لو ربنا كان معايا فلوس ان انا اشتري كيلو تاني، فان شاء الله باذن الله برضو هشيل كيسة. نفس الحكاية للمانجا اللي انا بجيبها، بجيب 2 كيلو فبشيل 3 كل مرة في كيسة لرمضان. نفس الحكاية الليمون شيليه على ضمانتي بحاله كده في كيسة. الليمون ساعات بيغلى جدا 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 جدا، وبيبقى بصراحة بمبالغ عالية، فانتي هتشيليه كده زي ما هو وتطلعيه، تبقي تعصري منه يفك شوية كده، وهتعصريه وهتلاقيه كأنك ولا بيعمل ريحة ولا اي حاجة. هتحطي بس كل ما تجيبي الليمون دلوقتي رخيص جدا، الكيلو عندنا ب10، انا جبت نص ب5. برضو نفس الحكاية جبت الفلفل الكيلو ب5، هتعملي برطمان مخلل لو انتي بتحبي المخلل ويبقى موجود عندك في البيت.
دي مجرد برضو المربى اللي احنا عملناها دي انا حطيتها في برطمان كبير في التلاجة عشان ناكل منهم. لو انت عايزة تشيلي برضو في كيسة في الفريزر من البرطمان ده، يعني هي طلعت كمية كبيرة معايا، لو انا هلاقيها هتبوظ مثلا او مش هقدر اكلها الاسبوع ده، فهشيل منها في علبة كده او برطمان او اي حاجة او كيسة يا ستي، وهحطها في الفريزر واطلعها تتفك وناكلها، والله بتبقى جميلة جدا جدا جدا. كيلو تين هيعملك كمية مربى معتبرة ب25 جنيه او ب30 جنيه، احسن ما تجيبي البرطمان ب50 جنيه، وانتي برضو بيبقى ايه مش ضامنة برضو الحاجة زي ما انتي بتبقى نضيفة في البيت وبتعمليها في البيت. طيب ده التين زي ما احنا قلنا اللي عملنا منه المربى. طب يا ستي انا كده فرست الحاجات، نص الحاجات اللي انا جبتها دي، يعني انا يعتبر ان انا كمان فوضت حاجات من البيت من المصروف اللي عندي عشان تدبري بيه. اما الميزانية الشهرية فانت هتروحي تشتري بكل الفلوس اللي معاكي فراخ ولحوم وخزين وكده. فانا بصراحة مش بحب الميزانية الشهرية، لاني انا من الناس اللي انا بحب اخرج وانزل واجيب الحاجة، فمش هفضل بقى ان انا مثلا اجيب الحاجة وبعدين ممكن يجيلك ظرف وانتي عايزة فلوس دلوقتي. فالميزانية الاسبوعية ممكن تشيلي من 500 جنيه، او ممكن تشيلي مثلا من الفلوس اللي معاكي جزء. وخصوصا الرجالة يحبوا ايه، يقولك لا خلي فلوس معانا سترنا في البيت، انتي هتنزلي تصرفي كل الميزانية بتاعتك هتخلصي المصروف. فانتي ممكن ان انتي تجيبي الحاجات الاساسية بتاعتك. لو انتي مثلا عايزة تجيبي فراخ خصصي 1000 جنيه للحوم والفراخ. عايزة تجيبي مثلا سمك، عايزة تجيبي زي ما قلنا السمك هاتيه نضفيه بس ما تشيليش السفة بتاعه ده منه، وحطيه برضو في الفريزر هيبقى كويس جدا جدا جدا. البسارية نفس الحكاية. بصي يا ستي في حاجات كتيرة 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 هتوفر معاكي، بس يعني انا بقى خزنت البيت، جبت التموين، جبت اللحوم، خلي معاكي فلوس قسميها على 4 اسابيع او قسميها على 3 عشرات زي ما قلنا، 10 ايام، اول 10 ايام ونص 10 ايام واخر 10 ايام. هتجيبي حاجتك بال10 ايام، هتجيبي حاجتك بالاسبوع. صدقيني والله ميزانية الاسبوع اللي انا بعرضها معاكم دي ميزانية جميلة جدا، بتوفر معايا حاجات كتيرة قوي قوي قوي. برضو زي ما قلتلك كده بتوفر معانا جدا 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 للحاجات اللي احنا بنعملها في البيت، زي الصلصة. علبة الصلصة بره غالية جدا، فانت هتعملي ايه؟ في ناس بتحب الصلصة، فانت هتعملي ال4 كيلو او 4 كيلو طماطم في الاسبوع هيكفوكي كتير، هيبقوا صلصة عندك. ممكن بقى تجيبي علبة وتقومي حاطة يعني بعد ما تعملي الاكل حطي معلقة صلصة، لو انت بتحبي الصلصة تبقى جامدة او تبقى مليانة كده زي ما بيقولوا، يعني تبقى لونها كده جامد كده. في ناس تحب لون الاكل الاحمر قوي كده. برضو زي ما انا قلتلك كده انا ما بستخدمش سكر كتير. يعني بصي زي ما انتي شايفة كده باخد 3 منجات او 4 منجات، بشوف المانجا اللي عندي وبقوم حطاهم في كيسة وحطاهم في الفريزر. طبعا هيجي علينا رمضان هنبقى محتاجين ان احنا، بصوا انا مش هكذب عليكم انا ما عنديش ديب فريزر، انا عملت لكم الحلقة دي قبل كده ووريتكم الفريزر بتاعي وترتيبه ازاي. اهم حاجة عندك ان انتي تبقي حاسة تحمدي ربنا على كل حاجة. والله بجد بجد ال2 كيلو مانجا اللي انا بجيبهم دول بيعملوا ازازتين كبار. بنخليهم على كذا يوم، يعني ممكن ان انتي بقى ايه يبقى عندك العصير اهو في التلاجة، عشان خاطر لما الولاد يحبوا حاجة كده في الصيف. عايزة يا ستي تعملي كمان بيهم مثلا جيلاتي. لو حابة ان انتي برضو تعملي جيلاتي تمسكي 2 كده تسقعيهم وبعدين تقومي حطهم ضربهم، برضو تشيلي القشر منها وتضربيهم كده مع كريم جانتيه مع لبن بودر مع معلقتين سكر، وتعمليهم كده احلى جيلاتي في البيت لو انتي حابة ان انتي تعمليهم. لو حابة زي حالاتي كده نشيل واحدتين واحدتين لغاية رمضان. كل الحاجات دي بتفرق معاكي. والليمون اللي قلتلك عليه ده سعره بيغلى، وبجد بجد انا بحطه في اكياس كده. الفلفل برضو ساعات سعره بيغلى، ممكن تضربيه بفصين توم تعمليه شطة لو هو حراق يعني، او مثلا ممكن تجيبيه نصه حراق ونصه عادي. فالمهم يعني ان احنا بندبر يعني الميزانية الاسبوعية، مش عارفة انا بحبها وانا ميالة ليها غير الميزانية الشهرية. بصراحة انا عمري ما عملت مصروف شهري، بس
بس لما حد بيطلب مني ده انا بعمله. بس انا بصراحة بحب الميزانية الاسبوعية او كل 10 ايام، او ان احنا زي ما قلنا ان احنا نفوت معانا يومين. مثلا لو انا هاخد مصروفي يومين، ابقى عاملة اكل مثلا واقوم شايلة يوم ويوم اللي بعديه واروح بقى السوق اجيب الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. لو جبت سمك بعمله في نفس اليوم. مثلا حبة بقى بامية بعديها بيوم، بعديها شوية مكرونة وبيض، حبة مثلا نعمل مثلا شكشوكة، حبة نحمر بطاطس. جبت بطاطس هعمل صينية بطاطس ورز. على فكرة مش ممكن عادي ان انا ممكن اعمل الاكل من غير لحمة او فراخ عادي، مش مهم يعني. لو يوم في الاسبوع اللحمة والفراخ مش مهمة قوي يعني. اكتر بروتين يمكن الانسان بيبقى عايزه في جسمه لو انتي البيض على فكرة مفيد لولادنا جدا. برضو نفس اللي انا بقولك عليه، كل الميزانية الاسبوعية بتوفر معاكي، هتحسي ان انتي هتشيلي فلوس، هتحسي ان انتي مطمئنة، عشان لما بيبقى معانا فلوس في البيت بنبقى مطمئنين. ممكن كمان الميزانية الاسبوعية تفرق معاكي عن الميزانية الشهرية، لانك انتي اليومين الجايين محتاجين ان احنا نعمل ايه، محتاجين ان احنا نجيب كتب الخارجية لولادنا، ومحدش يجيب دلوقتي، يجيبوا على شهر 9. محتاجين طبعا مصروفات الولاد وملابسهم والحاجات دي كلها، فاحنا عايزين ان احنا نوفر وندبر كل قرش، او زي ما احنا على طول بقولكم في الميزانيات، شيلوا فلوس على جنب عشان خاطر الواحد مش ضامن الايام ايه. فاحنا المفروض ان احنا نشيل كل قرش ونوفر كل قرش. لو السمك ده مثلا احنا 4 مثلا، ممكن على فكرة السمك ده انا ولادي مش بيحبوه، فممكن ان انا اعمله على مرتين. عشان خاطر انا بعمل لهم بقى اكل تاني ليهم هم. لما بعمل السمك، فممكن كيلو السمك ده يكفيني مرتين كمان في الاسبوع، مش مرة واحدة بس. وده الكيلو كان ب70 جنيه. فانا طبعا بفضل الف في السوق، انا مش هو السمك ما كانش ب70 جنيه يوميها، ده كان ب90 وب80، بس انا بحب ان انا الف كده اشوف البياعين والحاجات. وهنا زي ما انا قلت بوريكم اهم، ده بقى الخضار اللي كان عندي في التلاجة جبته. طبعا البصل بحطه في مكان معين، البطاطس بشيلها برضو في التلاجة، بشيلها في درج التلاجة، لان البطاطس ما تحطهاش في الحر ده بره. انا لو اقول لكم ان درج التلاجة عندي شايله فيه الرز والمكرونه، وشايله فيه البطاطس والبدنجان وكل حاجه، بصراحه بسم الله ما شاء الله. يعني التلاجة صغيره بس الدرج انا بحب احط فيه كل حاجه. السكر بشيله في الفريزر، مش بشيله مش بحطه في دولاب الخزين. هنا برضو التفاح اللي انا وريته لكم كان الكيلو ب25 جنيه، والله هو الكيلو ب50 جنيه، بس انا لقيت واحد كده ابن حلال كان حاطط حبة كده لوحديهم، فبصراحة جبت منه. هنا برضو بوريكم كان في عندي حبة فلفل اهو كوبي وعلى فلفل كده، فقمت برضو شايلاهم مع الفلفل التاني. طبعا البت جوجو بنتي كانت واقفة والله بتساعدني، كانت جدعة. هنا بوريكم اهو بمسك الليمون الاخضر شوية مش الاصفر، الاصفر ده انا بستخدمه، الاخضر ده بقى ايه بعمل بيه ايه، زي ما انا بقول لكم بحطه في الفريزر بنقيه كده. طبعا بيجي علينا وقت بيبقى غالي جدا، وبقفل الكيسة زي ما انتي شايفاها كده وبحطه في الفريزر. وهنا كانت الطماطم غلت، وهنا كانت برضو المربى كانت معمولة، والحمد لله قضينا اليوم وعملنا التفريزات بتاعتنا. يا رب الفيديو يكون عجب.